صبايا بما انه هلا عائشة خصلت، رح نشيك على اول خصلة او اول فويل عملناه. ما شاء الله تبارك الله روعة. على فكرة صبايا الاكسجين عيار 10، احنا اليوم سحبنا باكسجين عيار 10 وشايفين السحب ما شاء الله روعة. احسنتي يا نفتحها كاملة افتحيها كاملة شوفيها. هلا هون انت شايفة هلا نفس الفرشة، خدي فرشة ورجعي دهني عليها للتأكيد. ايوه اذا باقي عليه عنا شوي، بما انه الباودر جديد هلا خلطناه مو قديم. دايما نحاول يكون انه خلط المواد تكون فريش حتى نستفاد من وظيفتها، يعني ما تكون انه تعطلت. ايوه التفتيح ولا اروع منه صبايا. بتعرفوا ليش؟ اولا الشعر مو طبيعي، يعني مو انه يعني الشعر مانيكان مو شعر بني ادم، طبعا بيختلف شعر مانيكان من شعر انسان شعره طبيعي 100%. طيب ثانيا الاكسجين عيار 10، اكسجين عيار 10 وصلنا لهذا التفتيح يعني ممتاز. ايوه رجعي غلفي. هلا اذا انا بدي، شوفوا صبايا، اذا انا بدي تفتيح اكتر من هيك دهنت عليه المادة وبرجع بغلفه. اذا انا اكتفيت بهذا السحب ممكن اشيله واغسله. هلا بدنا كمان تفتيح اكتر بما انه اكسجين 10 فاحنا ما بنخاف. ايوه بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. احسنتي عائشة حبيبة قلبي برافو. طبعا صبايا عائشة طالبة جديدة أول يوم من الدورة مباشرة على عملي ومباشرة على الشغل بإيديها إن شاء الله تبارك الله. أحسنتي عائشة أحسنتي حبيبتي. راح أفرجيكم أكسجين اللي استخدمناه اللي هو عيار 10. شايفين صبايا أكسجين عيار تركيز 10 مع الباودر حطيناه. التفتيح صبايا مادة الحماية يلي أنا بستخدمها بصبغاتي هي زيت عصا موسى. هالمادة من تركيبتي بتعمل على حماية الشعر من الكيميكال الموجودة بالمواد، وبتعمل على ترطيب الشعر ترطيب عالي، وبتعالج 99% من مشاكل الشعر والفروة.